تخيلوا لما الإنسان يرضى بالحل الصعب ويدخل بيت وهو حاطط في بطنه بطيخة صيفي، فاكر إنه حيلاقي الأمان والستر مع راجل على قد حاله، وبعدها يكتشف إنه الكارثة مش برا البيت، الكارثة جوا البيت، وإن اللي مفروض يكون في مقام الأب هو أكتر شيطان ممكن ينهش في شرف وعرض مرأة ابنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في حكاية جديدة. حكاية النهاردة من أقوى وأصعب القصص الواقعية اللي بتكشف وجوه بشرية ما فيهاش أي ريحة للإنسانية. صلوا على النبي ويلا بينا نبتدي. أنا اسمي شيماء، اتجوزت من شخص عنده ظروف صحية صعبة، مش بيشوف كويس، وحركته بطيبة ومسالم جدا، وشخصيته ضعيفة قدام أهله. يمكن استغربتوا أنا ليه وافقت على جوازة زي دي؟ الصراحة أنا كنت عاوزة أستر نفسي، أهرب من المشاكل الكتيرة مع أهلي، ومن طمع وقرف قرايبي اللي كانوا دايماً بيبصوا لي بطريقة مستفزة. قلت أهو ضل راجل ولا ضل حيطة وعيش في حالي. لكن للأسف اللي حصل كان العكس تماماً. جوزي بالرغم من مرضه وضعفه كان إنسان طيب جداً، ذوق وبيحترمني وبيعاملني باحترام. المشكلة لم تكن فيه، المشكلة كانت في أهله، وخصوصاً عمي أبو جوزي وأولاده اللي طالعين لأبوهم في قلة الحية والوقاحة. كانوا دايماً بيجوا البيت عندي بالليل متأخر، وقت ما جوزي يكون موجود، وأنا قاعدة على لحم بطني ولابسة لبس البيت، وحب حط مكياج لأني لسه عروسة جديدة. وللأسف إخوات جوزي بدأوا يتمادوا في الكلام والتلميحات القذرة قدام جوزي، وهو من طيبته وغلبه وضعف نظره كان بيقول تسلم من غير ما يفهم أصلاً إنهم بيشتموا في عرضي وبيتكلموا عن جسمي بطريقة سافلة. لكن الطامة الكبرى كانت في عمي. الراجل ده كان بيتردد على الشقة طريقة مريبة، وكل ما تيجي فرصة يزنق نفسه أو يخبط فيها كأنه بالصدفة، ونظراته كانت بتخليني أقرف من روحي. ومرة بعد مرة الموضوع اتطور لأبعد مما تتخيلوا. في يوم جوزي راح مشوار مع أخوه الصبح بدري، وأنا كنت نايمة في أمان الله ولابسة لبس خفيف جوا الشقة المقفولة. فجأة لقيت صوت برا بيدب وباب الصالة بيفتح، وعمي بيزعق بصوت عالي وبيقول إنه شامم ريحة حريقه. اتخضيت وخرجت وأنا في قمة الذهول. أنت دخلت إزاي وفاتح الباب بمفتاح الشقة ليه؟ بكل كبر وقذارة قال أنا معايا نسخة احتياطي عشان أطمن عليكم. ومن اليوم ده فتح باب الجحيم على إضافات وتعديات مستمرة كل ما جوزي يغيب، لحد ما جه اليوم الأسود. دخل ورايا الحمام بحجة تافهة، وهناك وراني صور لي وأنا نايمة في أوضتي بأوضاع مختلفة. اتصدمت وهتجنن، إزاي صورني وإزاي وصل لأوضتي؟ وهنا بدأ الابتزاز الرخيص. لو ما نفذتش اللي أنا عاوزه هطلقك من ابني وأفضحك قدام أهلك وأبعت صورك لكل الناس. بقيت أترجاه وأعيط وأنا مش غلطانة في شعره، خايفة من أهلي ومعتقدهم ومن فضايح ملهاش نهاية. ضعفت ولقيت نفسي في موقف لا أحسد عليه، كنت حاسة إن الدنيا كلها بتفنن في كسر بيتي وشرفي. ومن كتر الضغط والابتزاز وصل بيه الوقاحة إنه يطلب مني طلب مستحيل العقل يقبله، إنه عاوزني أحمل منه ويجيب ولد منه. هنا حسيت إن روحي بتطلع، وإن السكوت مع الناس دي جريمة. قررت إني مش هستسلم للذل والابتزاز، وتواصلت مع ناس مختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز. شرحت لهم كل حاجة وطلبت منهم يخلصوني من كابوس الصور والراجل ده للأبد. وفعلاً بفضل الله عملوا خطة محكمة وواجهوا عمي بصوره وبكل البلاوي اللي على جهازه، وخوفوه لدرجة إنه مرعوب على سمعته وشكله قدام الناس. وفوراً اتمسحت كل الصور وبطل يظهر في حياتنا أو يقرب مني نهائي. والعبرة من قصتي دي لكل بنت وكل ست: إياكي ثم إياكي تكوني سلبية مع أي شخص يتجاوز حدوده معاك مهما كان مقامه أو قرابته. اوعي تسيبي نفسك فريسة للابتزاز أو الخوف من الفضيحة،
لأنه السكوت بيخليهم يتمادوا أكتر وأكتر. دافعي عن نفسك وصوني كرامتك وخلي ثقتك في ربنا كبيرة، لأنه دايماً بينصر المظلوم في اللحظة اللي بيقفل فيها كل الأبواب.